ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب، إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك، وكنت عندي محمودا، وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أيعيني رغيف عيش أسوقه لك؟ يا ابن آدم لا تسألني رزق غد كما لم أطلب منك عمل غد. والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين على عيون حبايب قلب المشتركين واللي لسه مش مشتركين. يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال، اللهم امين. يلا بينا نبدأ فيديو النهاردة جميل جدا هيعجبكم. عملت روتين جميل جدا مع الحمام، اكلت الحمام زي ما انتم شايفين كده وقعدنا على السطح شوية كأن الخص، وهنبدأ بقى ننزل كده. شوف سبحان الله جمال السما عامل ازاي وصافية وجميلة ازاي، ما شاء الله. طبعا نزلنا كده الشقة طبعا كانت مترتبة ونظيفة، لكن طبعا هنعمل شوية تحابيش كده صغيرة فيها. هنروق كده الشقة وهنعمل كمان حاجات حلوة جدا في المطبخ، فخلوكم معايا لاخر الفيديو هيعجبكم من رضاكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يوصلكم الجديد على طول ان شاء الله. يلا بينا حبايبي نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ بذكر الله، وألا بذكر الله تطمئن القلوب. طبعا ولادي متعودين ان هم اول ما يجوا من المدرسة كده يلقحوا الكتب هنا يعملوا، المهم الدنيا تبقى مكركبة على طول معاهم، ما بيسووش حاجة خالص لوحدهم. زي ما انتم شايفين كده ابتديت ان انا اروق كده الركنة، يا دوبك هنفضها بس كانت الارض نظيفة، يا دوبك تروج على المشي كده. امل طبعا عماله تلف حواليا كده، عايزه ان هي بتعمل. وطبعا كان هنا عاملين شاي واكلين، حاطين طبعا الاطباق مكانها. هنشيل ده كله ندخله المطبخ ونشوف هنعمل ايه تاني. والكتب زي ما انتم شايفين كده الشنط بيجوا بقى يفحكشوا الكتب ويلقحوا الاقلام على الارض والكراسات. المهم تتمي طول النهار، تلمي ورا العيال وما تعرفيش تخلصي. فطبعا احنا الامهات الله يكون في عوننا صراحه وزي ما انتم شايفين بقى يا حبايبي، انا بندي الامل الحاجه اللي هي ملهاش لازمه في الارض، بنقول لها مثلا شيليها علشان خاطر طبعا تساعدني وكده. في ورقه كده خدتها في ايدي عشان نحطها في السله، وطبعا هنشيل الكوبايات والحاجات دي ندخلها المطبخ ونرجع تاني على طول. شايفين ان الارض نظيفه مفيهاش اي حاجه بس طبعا تروج على الماشي كده. هنبدأ بقى نجيب المجشة كده ونكنس الارض على الماشي كده، نغشها بمعنى اصح كده، زي احنا ما بنقول هنا في الريف المصري. مين محطش اللايك؟ شايفاكم كلكم. اللي محطش اللايك وحط اللايك يسمعني كده الصلاة على الرسول في الكومنت، ودعوة حلوة منكم عشان تشجعوني نعمل كل جديد معاكم ان شاء الله. كده حبايبي خلاص خلصت كل حاجة. يلا بينا بقى نروح على المطبخ نشوف الفيديو اللي احنا عملناه قبل كده مع بعض تكملته. طبعا دي انا جبت لكم مشهد من الفيديو اللي فات علشان تفتكروه. فاكرين المخلل اللي احنا عملنا مع بعض، الليمون اللي احنا عصرناه، قصدي اللي احنا هنخلله مع بعض. ده طبعا الليمون بتاعنا حبايبي اهو زي ما انتم شايفين. انا هنحطه على النار عشان ينسلق. طبعا ما كانش ينفع ان انا نعمل معاكم الفيديو ده النوبة اللي فاتت علشان خاطر لازم الليمون بتاعي يبرد. انا ما ينفعش ان انا نحشيه بالحشوه اللي انا هنحشيه فيها غير لما يبرد. انا طبعا سلقته كده، ولما خلصت السلقان الليمون سيبته لغايه ما برد خالص، وزي ما انتم شايفين اهوت هنطلعه طبعا من الميه بتاعته. هو بارد خالص، انا سيبته ليله كامله، ده تاني يوم. تمام حبايبي، هنطلعه كده من الميه
طبعا ايديا نظيفة مغسولة، عشان بس الناس اللي هتقولك مثلا انت بتعملي بايديكي مش لابسه جوانتي مش عارفه ايه. يا جماعه انا بنضف ايديا على طول دايما يعني الحمد لله. والحاجه اللي انا بنعملها دي انا اللي بناكلها انا واولادي. هنا بقى طلعت الليمون اهو، وجبت طبعا البرطمان بتاعي ده مغسول ونضيف، هنشطفه برضو شطفه حلوه كده عشان طبعا ايه يكون نضيف. ميه طبعا من السخان، ميه مغليه من السخان طبعا عشان يكون ايه الحاجه بتاعتي متعقمه. تمام. الحله دي كان فيها لبن رايب، كنت لسه شاريه لبن عشان خاطر نعمل بيه معجنات، بس ولادي كلوها ولادي كلوا اللبن من قبل ما نعمل المعجنات. هنا حطيت معلقتين خل كده في البرطمان عشان نتعقم البرطمان كويس، وصفيتهم كبتهم، ومعايا كمان اللي هرست الشطه في البرطمان التاني ده. يعني انا من خزن هرست الشطه كتير، طلعت شويه هنا همت في الطبق من البرطمان بتاعي، وحطيت عليهم شويه من التوم، يعني ايه زي نص راس كده توم، كام فص كده من التوم، معلقتين يعني مثلا. ماشي بالشكل ده اهو. طبعا علشان تدي طعم حلو يعني، ورقتين من اللوري عشان يحافظ عليه، وشويه الملح بقى زي ما انت عايزه ايه. يعني انا هنا حاطه بالمقدار اللي هو الويم، لكن او الويم دوت يعني بمقدار العين زي ما انا متعوده، فاهمين. وهنا شطه بقى من اللي هي الايه المصحونه دي، علشان طبعا الهريسه بتاعتي مش حراجه، لو انت الهريسه بتاعتك حراجه ما تحطيش. تمام. لكن الملح يا جماعه بياخد مثلا ايه كيس الملح، او اللي هم يعني 4 معالق او 5 معالق بالكتير كبار ملح. ده التمليح والحشوه. تمام. دي الحشوه اللي انا هنحشي بيها الليمون بتاعي. هنقطع كده الليمونه، بسم الله الرحمن الرحيم. ليمونه جميله ما شاء الله عليها، هي طيبه بس انا مش سايباها لغايه ما تتفتح، علشان انا مش بنحبها ايه تنهري كده، مش نحبها تكون ممسوكه كده ماسكه في نفسها. هنحط بقى كده اللي نحشيها، هنحطها في البرطمان بالشكل ده اهو. في طبعا اللي هو ايه طيب او متفتح معايا بنخليه فوق، يعني الليمونه اللي هي جامده شويه بنخليها تحت عشان تستحمل الميه. ماشي. انا ممكن نفتحه كده بايديا عشان نعرفكم بس ان هو طيب، مش بالسكينه، بس عشان خاطر ايه انا عايزاه بس يكون شكله حلو كده. خلصت وحطيت الليمون كله. وطبعا هنبدا ان انا كان عندي شويه فلفل هم بتاع دوت لفت، حطيت عليهم برضو معلقتين من الهريسه بتاعتنا دي اللي احنا حطينا عليها الملح عشان خاطر ايه هنا بقى ايه كان بنجر عشان خاطر نخلي لهم هم كمان يعني. ده كان بنجر، حطيت بنجر على الميه وبنجر على اللفت. ممكن تستغني عن البنجر في الايه في الليمون، لكن طبعا في اللفت لا، في اللفت بيبقى حلو. لسه انا حطيت هنا، شايفين الميه بتاعته حمرا وجميله ازاي. هنزود بقى الميه بتاعتي لغايه ما انا عايزه. انا هناخد من ميه الليمون دي مش هنكبها، هنزود ميه ليمون على ميه من اللي هي ايه العاديه خالص. ما عندكيش بقى خدي إيه يعني يكون عندك ميه سخنه غليتيها تمام وبردتيها. ماشي. تاخدي ميه مغليه، يعني تكون ميه مغليه ومتبرده، علشان طبعا ايه يكون الليمون بتاعك متحافظ عليه. لكن هنا حطيت معلقتين من الخل وهنا معلقتين من الخل وخلاص كده تمام. هنزود بقى لغايه ما نغطي الليمون بتاعي، لازم يكون متغطي كله اهو بالشكل ده اهو. ما شاء الله عليه. الميه بتاعته كده يعني متهيألي احنا عملناه من هنا وكلنا منه من هنا، ولادي بيحبوه جدا يعني ما شاء الله. ممكن ياكلوا 2 او حاجه في الطاجه. هي الليمونه كبيره عامه مش صغيره، لكن برضو طعمها حلو يغريكي في الاكل كده. يا حبايبي بقى ايه خلصت، هنعمل بقى الايه اللفت. ويا رب بقى لو الفيديو النهارده عجبكم، انا عارفه ان الفيديو قصير شويه بس ايه طبعا هيعجبكم ان شاء الله. وطبعا حبيت بس نوريكم ازاي خللت الليمون علشان احنا عملناه مع بعض في الفيديو اللي فات. انا بحبكم في الله، فياريت كلكم كده تحبوني وتشجعوني. والناس اللي هي بتكتب لي كومنتات حلوه على راسي، والناس برضو اللي بتكتب كومنتات سلبيه، والحمد لله دول مش موجودين منهم كتير عندي، بس برضو مع ذلك خلينا كده غايزينكم وفرسينكم وان شاء الله حبايبنا اللي هم بيشجعونا معانا على طول يا رب دايما. بحبكم في الله بجد، انتوا احسن اخوات في الدنيا واحسن فانز، والحمد لله بقى عندي فانز يعني، فربنا يخليكم ليا يا رب. هنا بقى يا حبايبي خلاص ظبطت الدنيا كلها. طبعا ما كانش البرطمان عندي ما كانش يعني البرطمان اللي عندي كان كبير، ما كانش هينفع ان انا احط فيه اللفت ده،
لان كان شويه اللفت صغيرين. تمام. دي بقى الشطه الحمراء اللي انا بنخزنها. هنحط هنا معلقه اهو. دي كلها شطه هريسه حمراء، هريسه الشطه الحمراء. طبعا انا كان عندي كمان غيرها، بس طبعا خلصت. لسه فاتحه في البرطمان ده. لما بيبقى عندي كميه كبيره بنحطها ونخزنها في التلاجة، بنحتاج منها طول الفتره، يعني اللي ما بيبقاش فيها الهريسه بيكون معايا الهريسه موجوده. طبعا هي بتيجي في الشتاء وبتغلى شويه زي ما انتم شايفين كده حبايبي. يا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس يوصلكم الجديد. مع السلامه.